وانتوا عارفين، لكن مش يعني انه مفضل معناها انا بحبه حب يعني، لا انا ما بحب ناصر يعني، ما في بيننا اشي، وهو ما بحبني يعني. لو تسألوا ناصر يحكي لك انا ما بحبها، لسه ما في بيننا اشي، ما حكينا مع بعض ولا واحد فينا بادر. انتوا كيف تيجوا بتربطوني في حدا، بدكم يعني امسك تصرفاتي عشان حدا ما فيش بيني وبينه اشي؟ يعني انتوا بدكم يعني التزم بتصرفات تجاه حدا فيش بيني وبينه اشي؟ انا لو مرتبطة ما بلتزم بتصرفاتي مع حدا مرتبطة معه، تمام؟ لو اتزوج اوكي احكي لي تطلعيش من الدار، وحياة الله عيني وراسي مش طالعة، انا ما بعمل غلط. فلا تيجي تحكي لي عشان يعني هلا انا وناصر فيش بينا اشي، فبنفعش تيجي تحكي لي عشان طالعة انه شوف يا ناصر راحت عليك، شوف بنفعش هذا الحكي. يعني انا كمان ما بقبل هذا الحكي علي، وما بقبل هذا الحكي يطلع علي، تمام؟ فهذا اللي كنت بحكي، انا برجع وبحكي والله العظيم ناصر حدا كتير مفضل، انتوا بتحرجوه في هذا الحكي، انتوا بتحرجوه بتضروني، انتوا بتحرجوه لما تروحوا. يعني عادي، هاي ناصر صار له كم من يوم يعني بيطلع مع بنات وبمزح وبتضايق، ترى انا بحضر بثه احيانا بتضايق لما انتوا تروحوا يعني تكتبوا له مثلا حدها للبنت وتصيروا تسبوا عليها. يعني هذيك المره بنتوا له بثه عشان انه بس تغزل البنت، وصرتوا تبعتوا لي فكرني مبسوطه، انا يعني مش مبسوطه لانه انا وناصر فيش بينا اشي، برجع بحكي لكم فيش بينا اشي. فهذا الحكي غلط. انا هذا الموضوع يعني اليوم اهم موضوع في اللايف، والاشي اللي كنت فاتحه عشانه هاد، يعني اللي حب يسمع يسمع، تمام؟ هو بيكون مبسوط بالعكس ماشي، انا بحكي لك هو بيكون يعني انا بحكي لكم انا بكون مبسوطه مع ناصر في القصه. هو ايش بحكي سالي اكثر حد بستمتع معه، والله وانا اكثر حدا بستمتع مع ناصر. والله ناصر حدا كتير عزيز على قلبي، والله يعني والله كتير انا بعزه لناصر، وقديش بحب العب معه وقديش بحب، بس ما بنفع يا عمي انت تيجي تخلينا نرتبط غصبا عنا، ما هو فيش بينا اشي يعني، قسما بالله خاص انا وياه ما بنحكي يعني اشي بيننا، فانتوا بدكم يعني نرتبط. هو بالاخر الشغله مش غصب يعني، الشغله كيف تفهمكم يعني هيك يعني، المحبة بتيجي من الله، عرفتوا؟ وانا دائما بحكي ناصر يعني حدا كتير منيح، ولو كان في نصيب لقدام يعني والله مو مشكلة، بس هلا ما بينا اشي يا جماعة، هي الشغلة نصيب. هلا انا وياه ما بينا اشي، وهو الشاب ما بفكر فيي، وانا نفس الاشي لاني كتير صغيرة يعني، انا عمري 18 سنة. في كتير برامج نعملها، اشياء بدي اسويها، مش اي حدا بطلع معه معناها انا بحبه، مش اي قصة بطلع معه انا بحبه، لا 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 عادي والله يعني، جد سيبونا على راحتنا يا جماعة. هاي الأشياء هي اللي بتسوي مشاكل ترى، يعني هاي الأشياء هي اللي بتسوي مشاكل. الشغلة يعني قسمة ونصيب، مرات بيكون الشاب مرتبط يعني مثلا، اللي بيطلع معه يعني أنا بنحرج يعني مع حبيبته، فهمتوا؟ فعادي يعني ما بنفع انتوا تيجوا يعني ضلكم هيك يعني تتحكموش فيه يعني، في الاخر انتوا احكي لكم شو بدكم، انتوا بدكم يعني التزم بتصرفاتي، يعني بدكم يعني التزم بتصرفاتي، وانا هاي طريقة عيشتي، يعني هاي طريقة عيشتي، انا بني ادمة. بدي احكي لكم اياها من الاخر، كل حدا في الحياة، كل حدا في الحياة وفي الدنيا عنده طريقة، يعني كيف تفهمكم، يعني كيف افهمكم، طب ماشي بس اخلص بحكي. يعني كل حدا في الحياة عنده اسلوب معين يعني في عيشته، كيف يعني عادات، تمام؟ بس انتوا بدكم يعني اغير عاداتي وتقاليدي عشان ناصر ما يزعل مني، وانا وناصر فيش بالنا اشي، فانتوا بتعملوا فتنة، تمام؟ ناصر انا وياه اصدقاء فقط، هذا الاشي حطوه في راسكم، ولو سألتوا ناصر رح يحكي نفس الاشي، انا وياه عن جد اصدقاء، ومن اول ما بلشت بحكي لكم انا وناصر اصدقاء، وهذا رزقتي وشغلي، وانتوا بتضروني، وهذا رزقته ترى، وهو بتضايق كمان. لا مش شاربة شاي على راس ولا اشي، انا عادي بحكي عادي، وبحكي بموضوع كتير مهم وبأسلوب كتير حلو، لأنه الموضوع كتير إشي كبير يعني موضوع كبير جدا، عرفتوا؟ فبس والله بتمنى انكم تكونوا تفهمتوا، بتمنى الاشياء اللي بتصير يعني ما ترجع تنحكى، والكومنتات السيئة هاي يعني بتمنى تبطلوها، وانا عن جد بحبكم والله، وما حد يجي يعني يحط بذمته
مش علي انا، بديش احكي علي، في اي بنت في الدنيا لا تحط بذمتك يا عمي، لا تحط بذمتك. انت عندك خوات وامهات يعني عادي، لا تحط بذمتك. حتى لو اختك مش بالسوشيال ميديا او امك مش بالسوشيال ميديا، ترى بتنرد لك حتى لو انها هي مش بالسوشيال ميديا، عادي ممكن يجي حدا يضايقها. تمام؟ فخلص لو سمحتوا يعني خفوا ولا تجرحوا في الحكي ونسكن من الكومنتات السلبية. خليكم لطيفين، والله انا بحبكم وانتم لطيفين، وانتم عارفين انه انتم بالنسبة الي يعني كتير انا بحبكم ودائما بدلعكم واسلوبي يعني خلص. هاي كل حدا يا جماعة عنده اسلوبه في الاخر. لا تلقم تيجوا تحكوا مع حدا، لو سمحتوا لا تحكوا مع حدا. تمام؟ منيح انكم فهمتوا. يلا نطلع جست. تبون شلون ما احبه